على موضوع ناصر محمد. ناصر تجي المكالمه اللي اداري الاهلي مع ابو علي يقول له لا سجل لي تشتي، بعدين يتناقض انه هو ما قالوش انه سجلوا اللاعب وما عندوش كرت دولي. طيب اوكي، الاهلي ما كانش وقعوا لاعب الاهلي رافضين تعاد المباراه. عبد الوهاب الزرقاء ايش يعمل؟ يروح يعمل فتنه، يقول لهم اتواصل العيسي مع الحباري، لا في قطيعه تاريخيه بينهم الحباري والعيسي، وانا موجود انا وحسام السنباني. يغشش حسام السنباني انه يتصل للاعبين يلعبوا المباراه، يلعبوا المباراه لا، واللاعبين عارفين انه قدهم خبر لو تلعبوا 20 مره المباراه النتيجه بترجع شعب حضرموت ولن يخليكم حتى تاخذوا بطوله، لانكم بتروحوا تمثلوا الحوثيين في الخارج في البطوله الاسيويه والعربيه. وراح يكذب نفس الحكايه على الكابوس وعلى غيره. شاءت الاقدار انه تمشي السيناريو زي ما كل شيء واضح، انه مباراه اهلي تعز ومن وحدث وصل لنا خبر انه الحارس معروف بيع مباريات عمر خالد. اتصل حسام السنباني الاهلي تعز وانا اتصلنا قلنا رجاء هذا الحارس اليوم تحيطوه، تمسكوا الحارس الاحتياطي. تخيلوا الحارس من كثر المبلغ اللي خذوه مليون ريال ضرب بالاداري وضربه شرس كان عمر خالد، وضرب ضرب الحراس ومسك في الزقه، وكانت التمثيليه هذيك حق الهدف، والاهلي كان يستحق البطوله. اهلي تعز كان عنده فريق واحد. اتت المباراه النهائيه، انور عاشور تعب مع فريقه وفي اتفاق بين الادارتين وفي اتفاق سياسي، وعلى الاعلام التشطيريات هذيك ما طبقوها شنو يقولوا بعدوا السياسه عن الرياضه، لا ما زلت تمارس. انور عاشور قلب الطاوله على الكل خلاها ميدان، عرفنا الاحداث اللي حصلت في الملعب وخارج الملعب. هذه الاولى. الثانيه الان اللي حصلت انه كيف الاهلي يجتمع انديه العاصمه ويرفض المشاركه، وتخرج مذكره بعد 3 ايام انه طلب التاجيل. قمه التناقض. في صحفي كان يدعي يتشدق بالاخلاق، هو دائما متناقض واصولي ولو قدراته عاديه اصلا، هو يعتبر زي صحفي اداري بس اقترب بيوم ليله صحفي اصبح محسوب على الاهلي وفي الاداره. خدعوا اليمين انه تعال بنعمل تاجيل عشان ما يوقع علينا توقيف، لا انت مع انديه العاصمه لازم يا الخمسه كامل يا انت بتحيد. اليوم انا كتبت في منشور انه عرفنا اللعبه وضحت. اداره هذه وهذه هي سلوكيه العيسي، هذه شيء لما يعمل راسه براس معين عبد الملك. معين عبد الملك دكتور ودكتوراه، معين عبد الملك له اخطاء بس في من يحاسب الحكومه مش انت بالذات. ليش ما فتحتمش ملفات فساد معين عبد الملك في اشياء ثانيه الا اللي تخص العيسي؟ قطع على موضوع النفط، شفنا العيسي كيف يترنح. انا اوعدكم انه عمليه وقت وهذول الناس منتهيين. وحطلق بالخاتمه انه انا حوقف خالص عدد كره العز العصامي واللي جنب العيسي، ان انا اعرف نفسي انا من وابن من، ومش مستعد اقعد انتظر منهم سفاهات وزي اللي قريته بالفيسبوك وارسلوا لي حاجه سخيفه ما تدخلش عقل. كلهم يعرفون من انا ومن سلوكي وكيف انا فين، انا طول عمري فين عايش وكيف عايش. حقطع على الطريق فقط، اما انه كان يبدا عايش. حقطع على الطريق فقط، اما انه كان يبدا انا لهم ومش حنزل ورطه بشير سنان اعطي له فرصه انه يتطاول. وهذا عنده انجاز، لانه اولا وحاجه مهمه انا اكتشفت انه في صحفيين كبار ما همش رياضيين خالص، هم هنا. انا كنت اشوف المفروض الاعلامي في توابيز وزاره الاعلام كنت تجيهم ايام الوزاره كانت في الزبيري مترصين كلهم هناك من الوكلاء ومن يشتوا انا كتبت عنك من قال انا المفروض تروحوا الاعلام. لما انتقلت الوزاره من ملعب الثوره ولا عاد نشوف صحفي هناك. هذا اللي اشتي انبهه انه اغلب الصحفيين الكبار ما هم صحفيين زينا احنا شغوفين في الكره، فاهم ايش معنى الهاتريك، ايش معنى السنتر، ايش معنى مراكز، والله ما هم فاهمين حاجه. شكرا لنا، اللقاء.